منو مبلغك تمنع واحد يصور؟ منو مبلغك؟ انا بتهم منو مبلغك تمنع واحد يصور بالوزاره؟ يعني وزاره تايهه، وزاره الماليه اليوم ما حد موجود بيها، اريد اشوف من المسؤول بالوزاره هنا، ناس رواتبها 8 اشهر ذولا عندنا عقود ما موجودين، الوزيره ما موجوده، دائره الموازنه ما موجوده، اريد نشوف رئيس المجلس، رئيس مجلس النواب خلي يشوف، ورئيس الوزراء حكومه الاصلاحات خل تجي وتشوف. صار لنا ساعه نفتر بالوزاره ولا موظف موجود. هاي هسه دائره الموازنه ما موجوده، وايضا السيده الوزيره ما موجوده، وخلي يجون يشوفون هاي الوزاره اللي اليوم كل الشعب يعاني من هاي الوزاره. احنا الله ابتلانا بطيفين، الطيف الترددي مال الاتصالات وبطيف سامي داتا مغايب. وين الموظفين؟ ليش منطيها اخلاء بالماليه؟ التسخيط عالي، الوزاره شبعات، هالقد ما حسبت فلوس قامت ما تعرف تحسب حساب للدوام، وشعتهم مداومين. السيده الوزيره ماكو، هم ماكو، تضامن وياها. والشكو بالماليه اذا لا عندنا موازنه ويشتغلوها ولا عندنا فلوس ويديرون بالهم عليها، شكو رايحين للوزاره اصلا. هاك صف نيتك، الشباب طلعناهم يلمون فلوس، بلكي يرفدون ميزانية الدولة بإيرادات غير نفطية. يعني الجدية بدنا ندرس ندخلها ضمن الإيرادات غير النفطية. تخيل غزلان دعناها، مو المطربة غزلان، لا غزلان بميزان عرضناها للبيع بقماس القمة، راح ننزلها المعارض البياع نبيعها. تريد موظفين يداومون، شنو نعطيهم رواتب؟ خلي لا يداومون حتى نقطع راتبهم ونوفر فلوس الموازنة. إذا المشرع والمراقب ما يداوم، الموظف اللي واقف على خط الدولة يداوم. ما تروح تجيب فلوس رحمة ربك.